اخرهم كنت بره، وناس صحاب الجمعية هي وبنتها اتصلوا بيا سمعوني كلام وقلة أدب وإهانة وقللوا مني، وأنا معرفتش أرد عليهم. لما اتصلت بيه ما كنتش قادر أخد نفسي، كنت بموت حرفيا من كتر اللي بيحصل لي. أنا ليه بيحصل لي كل ده وهو مش فارق معاه؟ تخيلوا لما روحت البيت لقيته إيه؟ لقيته قاعد هو ومامته وباباه قاعدين بياكلوا لب وبيضحكوا، مش فارق معاهم أي حاجة. ازيكم؟ انا مش عارفه ازاي وصل بيا الحال ان انا ممكن ابعت لك الرساله بتاعتي وتقول لي على حل في المشكله اللي انا فيها. حواليا ناس كتير جدا بس للاسف ملهمش اي قيمه بالنسبه لي. خليني احكي لكم مشكلتي واقول لكم. انا عندي 23 سنه، اتجوزت وانا عندي 16 سنه، ربنا رزقني ببنتين، ومحدش يسالني ازاي وليه. انا متعلمه وكنت عايشه بره مصر وكانت حياتي كلها رفاهيه، كان ضحيت بكل حاجه، بصحابي وبسفري وبأهلي وبكل الناس